السلام عليكم ورحمة الله. كان يا مكان في زمن بعيد قبل ما الدنيا تبقى زي ما احنا شايفينها النهاردة، مدينة صغيرة وفي قلبها الكعبة. كان ضياع مغطي الدنيا كلها. تخيلوا معانا بيوت مبنية من الطين وناس عايشة على التمور والألبان، وسوق مليان ألوان كتير وروايح. تعالوا نرجع مع بعض لحكاية حقيقية كل تفصيلة فيها كان ورا معنى كبير. قصة عبد الله وآمنة دي الشرارة اللي بدأت بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استعدوا معنا يا كبار ويا صغيرين، الحكاية دي هتاخدنا في رحلة في عالم تاني خالص، في رحلة طبعا مش زي أي رحلة. نيجي بقى لسنة 570 ميلاديا. مكة كانت عاملة زي لوحة مليانة حياة، الكعبة في نصها زي نجمة بتنور في قلب الصحراء. الحجاج كانوا بيجوا لمكة من أماكن بعيدة جدا بالسفر على الجمال، مسافتهم كانت بتقطع شهور علشان بس يقفوا قدامها يدعوا ويحسوا براحة غريبة، كأن الدنيا هنا كلها سكتت للحظة. البيوت كانت من الطين والحجارة، والناس لابسين جلاليب. الرجالة في وقتهم كانوا بيحطوا عمة علشان تحميهم من الشمس، من شمس الصحراء القاسية. أكلهم تمر حلو زي العسل وألبان الإبل، وفي المناسبات لحوم طبعا. بئر زمزم كان زي الكنز بيروي القلوب قبل الأجسام. والأسواق مليانة بالبضائع، توابل وبخور وحريق. بس الدنيا هنا ما كانتش هادية زي ما انت متخيل. طبعا في علامة تعجب ليه؟ القبائل دايما كانت بتتخانق على المية وعلى التجارة كمان، وكان طبعا الجهل والظلم منتشرين جدا في الوقت ده. طبعا الحكاية دي مش هنقول للأطفال بس، دي لكل قلب بيحب ويسمع عن الحق والخير. من اللحظة دي كانت بداية لحاجة عظيمة محدش كان متخيلها هي ايه. عبد الله ابن عبد المطلب كان زي الذهب الصافي في وسط مكة، شاب من بني هاشم، أنبل عيلة في المدينة طبعا، وسيم وعينه فيها طيبة وأدب وابتسامة كانت بتهدي كل اللي حواليه. عارف الإحساس إنك لما تبقى صغير في الدنيا؟ أهو عبد الله حس بكده، بس عمل فرق طبعا كبير. شاف تاجر مرة غريب وتايه في الصحراء، رغم التعب ساعده وكمان وصله لنص الطريق، أكله وسقاه وكرم ضيفه وما سابوش لوحده. الناس كانوا بيقولوا عليه عبد الله ده جوهرة بني هاشم. أبوه عبد المطلب ابن هاشم زعيم مكة في الوقت ده كان بيشوف في عبد الله حاجة غريبة جدا. دايما يقول له عبد الله ليه شأن عظيم، بس كان ناقصه شريكة تليق بقلبه الطيب. ومين يا ترى اللي هتكون بقى؟ خليكم معانا وهنعرف مع بعض. آمنة بنت وهب كانت زي القمر في ليل مكة، من بني زهرة، عيلة محترمة زي بني هاشم بالظبط. جمالها كان بيخطف الأنظار، بس قلبها هو اللي كان دايما بيخطف القلوب. كل واحد فينا هيلاقي حتة من روحه في طيبتها طبعا. كل جمعة كانت بتوزع أكل على الفقراء، ودايما كانت بتساعد المحتاج، ولكن روحها وإيمانها كانوا كبار. مكة كلها كانت بتحبها، مش بس علشان شكلها لكن علشان قلبها الطيب. أبوها وهب ابن عبد مناف سيد بني زهرة كان دايما بيقول آمنة دي نجمتنا. ولما اتقال عبد الله بيدور على عروسة، كل الناس شاوروا وقالوا إن آمنة هي اللي تناسب له. بس ازاي هيتقابلوا؟ استنوا نعرف بقى مع بعض. في مكة الجواز ما كانش بس حب، كان علاقة بتجمع بين عيلتين كبار. الشاب ما بيروحش لوحده، أبوه كان هو اللي بيتكلم. عبد المطلب أخد عبد الله وراحوا على بيت وهب جايبين معاهم هدايا. الهدايا كانت في الوقت ده بتعبر عن الاحترام بين العيلتين. ريحة البخور كانت مالية البيت،
والناس لابسين أجمل ما عندهم. راح عبد المطلب قالها بصوت ثابت: إحنا عايزين آمنة لا عبد الله. وهب ابتسم واتكلموا عن المهر وكمان الفرح. آمنة كانت قاعدة هادية زي وردة بين أهلها، وهنا بقى اتفقوا على كل حاجة ببساطة وبركة. ربنا كان شاهد، واللي حصل بعد كده بداية النور، ومكة كلها فرحت وقالت دي جوازة من السماء. هنا بقى نيجي ليوم الفرح. كان من الأيام اللي ما تتنسيش. شوارع مكة اتزينت والناس فرحانة، وعبد المطلب من فرحته عمل وليمة كبيرة، والكل اتعزم من الكبار والصغيرين علشان يشاركوا الفرحة، وذبحوا الأغنام. الأكل اترص في النص ووزعوا التمور، والناس أكلت، كله اتبسط والفرحة مليانة العيون. عبد الله لابس أحسن ما عنده ووشه بدر منور. الناس غنوا والعيال لعبت وفرحت وضحكت. الليلة دي كان فيها بركة مش عادية. ولما خلص الفرح بدأت ليلة الزواج. مكة هادية والسما كانت مليانة بالنجوم. عبد الله وآمنة بدأوا حياتهم الجديدة في حب وأمل ودعوة كبيرة جاية كمان. نيجي للوقت ده في مكة. الكعبة ما كانتش بس مبنى فقط، كانت رمز بيربط بين قلوب الناس. حتى وسط الخلافات الكعبة كانت بتوحدهم. الناس كانت بتحس إنها بيت ربنا اللي فيه بركة وبيحسوا فيه بالأمان. عبد الله وآمنة دايما بيروحوا هناك ويدعوا وبيطلبوا من ربنا الخير والبركة في حياتهم، وده اللي احنا كمان محتاجينه، دعوة صادقة في أطهر مكان. وكده نكون خلصنا حكاية عبد الله وآمنة. ده ما كانش مجرد زواج، دي كانت بداية نور نور الدنيا كلها. طبعا ألف شكر ليكم من قلبنا على دعمكم ومتابعتكم اللي دايما بتدينا طاقة نقدر نكمل بيها. وشكر خاص لكل حد بعت لنا أفكاره واقتراحاته وساعدنا نطور المحتوى. احنا دايما حابين نسمع منكم، وكلامكم هو اللي بيخلينا نكمل وكمان نقدم أحسن ما عندنا. في الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم عن حمل السيدة آمنة وبشرة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا استنونا في حلقة جديدة من سلسلة محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.